حماتي من قرية أرياف وبتيجي من بيتها لحد بيتي في القاهرة عشان تاخد علاج للكانسر في المستشفى، وبتيجي وبشيلها فوق دماغي وبعمل الواجب وبتبات وبتمشي تاني يوم هي وابنها. المشكلة إن الموضوع ده بيتكرر في الشهر حوالي 6 مرات، واحنا بقالنا في الموضوع ده تقريبا كده 9 شهور. ولما بتيجي عليا أنا ما بتروحش لبنتها، مع إن بيني وبين بنتها تقريبا 20 دقيقة بالمترو وتكون عند بنتها. ده بنتها حتى لما بتحب تشوفها بتروح لها على المستشفى، وبعد ما تخلص معاها بتجيبها لي تاني البيت، وأوقات كتير بنتها بتبات كمان عندي وتقعد لتاني يوم لحد ما توصلها. المشكلة بقى معايا دلوقتي إن أنا بتكلم مع جوزي أو عايز أقوله إن أنا المفروض الزيارات دي تقل عندنا، يعني على سبيل المثال إن احنا بدل ما 6 مرات في الشهر نخليها 3 وبقية المرات تبقى عند بنتها. يعني عشان أنا من النوع يعني باتخنق بسرعة وباتعصب وممكن أهمل في الواجب اللي أنا باعمله مع حماتي دوّة، يكون مالوش يعني فايدة. وفي نفس الوقت أنا عندي ولد وبنت وفي منهم اللي في إعدادي وأنا محتاج إن أنا أركّز معاه الفترة دي، بحيث إن ما أكونش أهملت في رعاية حماتي. دلوقتي بقى السؤال اللي أنا عايز أسأله، هل لو أنا اتكلمت مع جوزي في حاجة زي دي هيفتكر لي اللي أنا عملته كله خير، والّا هيمسك لي في الموضوع ده ويقول عليَّ إن أنا سِت مش أصيلة والكلام اللي أنتم فاهمينه ده؟ طيب، هي بتطلب رأيكم وأتمنى إن أنتم تقولوا رأيكم. خلّيني أقول لكم رأيي أنا. بُصّي يا بنت الناس، في أمور بتتاخد بالحق وبالأصول، فإحنا لو اتكلمنا في الجزئية دي أنتِ تمام كده وتتشالي على الراس ومِيّة فل وعشرة. حلو. الجزئية بتاعة بنتها أو أنتِ، هي ممكن تكون بتستريح عندِك لإن نوعًا ما ممكن تكون شايفة إن الراحة النفسية عندِك أنتِ. فدلوقتي بقى لو بصينا لها من الناحية الإنسانية، ناخدها بقى بالإحساس وبالقلب. تمام. أنتِ دلوقتي حماتِك مريضة ومكسورة، وأتمنى إن أنتِ ما تدوسيش على الكسر بتاعها ده عشان خاطر هي دلوقتي ضعيفة. أنتِ بتعملي الثواب، ربنا هيزيدِك أضعاف 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 وحسنات، مش من جوزِك ولا من أي واحد من البشر. رب العالمين هو اللي هيرد لِك اللي أنتِ بتعمليه ده. فأنتِ لو حابة إن أنتِ تقطعي حاجة ربنا هيديها لِك، فالموضوع يرجع ليكِ، وأعتقد إن الرسالة وصلت لِك بمنتهى الوضوح. وأتمنى منكم إن أنتم برضه تقولوا لها رأيكم في حاجة زي دي، بحيث إن هي يا تقرر إن هي توافق في اللي هي عايزاه وتقول لجوزها، يا إما تشوفوا الموضوع بشكل زي ما أنتم حابين توضحوا لها في الكومنتات. وأتمنى منكم إن شاء الله اللي أول مرة يتابعني ما ينساش يشترك في القناة ويبقى شيروا الفيديو عشان نعرف آراء ناس كتيرة جدا. وأشوفكم في برنامج هبد الناس.